في حاجات بنشوفها في الشارع بنعديها كأنها مش موجودة، بس ساعات اللي احنا بنشوفه مش صدفة، واللي احنا بنسيبه ورا ظهرنا بيرجع لنا في صورة تانية. النهاردة هتحضروا حكاية هتسيب جواكم علامة. بس قبل ما نبدأ، لو أول مرة تشوفونا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان توصل لكم كل القصص الجديدة. استعدوا لأن اللي هتشوفوه دلوقتي مجرد بداية. في محافظة البحيرة ظهرت ست ماشية في الشوارع زي المجنونة، بتصرخ وتقول ابني ابني خطف ابني. الناس اعتبروها يا مجذوبة يا مجنونة، لأن شكلها مش طبيعي. عيونها كلها سواد من أثر كحل كتير تقريبا، وشعرها منكوش، وهدومها عليها دم. الكل كان بيخاف يقرب لها، لحد ما شافتها طبيبة نفسية في مرة وسألت عنها أهل القرية. قالوا إن محدش يعرفها، وإنها ظهرت في يوم وليلة، والكل بيخاف منها، كبير قبل الصغير. الطبيبة دي كان اسمها دكتورة مريم. قررت إن هي تعرف قصة الست دي لما شافتها متبهدلة في الشوارع وبتنام على الرصيف. في البداية دكتورة مريم راحت تتكلم معاها وهي بتحاول تخفي رهبتها منها على أمل إن الست دي تتكلم، لكن اللي حصل كان مرعب. ومسكت الست دي في الدكتورة مريم وقعدت تصرخ بنفس الكلمة ابني ابني. من شدة ضغطها على الدكتورة مريم كانت قربت تموت في ايديها. لولا تدخل اهل القرية كانت هتروح فيها، لكن الدكتورة مريم ما يأستش ولا فقدت الامل. وبعد كام يوم جهزت عربية وادوية مهدئة، واستغلت ان الست نايمة في الشارع كعادتها على الرصيف، وادتها حقنة منومة علشان تقدر تنقلها للمستشفى معاها. وبالفعل نجحت الدكتورة مريم إن هي تديتها الحقنة، وعربية الإسعاف كانت مستنياها على آخر الشارع. وهناك في المستشفى قدروا يستخدموا معاها أدوية مهدئة لحد ما بدأت تستعيد وعيها وتبطل هجوم. ودخلت الدكتورة مريم أوضتها بعد ما اتأكدت من تحسن حالتها الصحية، وبدأت معاها بالكلام. مساء الخير، اعذريني لو كنت جبتك هنا بالقوة. أنا كنت بحاول أنقذك من تشرد الشارع ليكي. حسيت إنك مش مجنونة، وإن وراكي قصة ظلم كبيرة هي السبب في اللي حصل لك. دكتورة مريم كانت متوقعة إن الست تهجم عليها أو تعمل أي رد فعل مش طبيعية، لكن اتفاجئت برد الست ليها لما قالت بكل هدوء اسمي هالة. الدكتورة مريم ابتسمت وهي حاسة بذرة أمل أخيرا، وقالت لها حمد لله على سلامتك يا هالة، قادرة تتكلمي ولا سيبك ترتاحي يوم كمان؟ نظرات هالة كانت مريبة وأسلوبها يدل إن هي واعية لكن بدرجة الحذر. وبدأت تتكلم بشكل طبيعي وقالت لها هحكيلك بس ما تخافيش، وعد. الدكتورة مريم أطرافها تلجت للحظات بسبب نظرات هالة ليها، لكن أخفت ده كله جواها وقالت لها وعد. بدأت هالة تحكي حكايتها بهدوء وقالت أنا اتجوزت من شخص ما يعرفش في دينه غير إن هو اتولد لقى نفسه مسلم، ولأني بنت وعايشة في الأرياف كان لازم أتحمل وأصبر، ومفيش حاجة اسمها طلاق. رضيت بكل عيوبه. عارفة جوزي كان شغال إيه؟ كان شغال دجال بتاع أعمال وأذى الناس، ورغم شره ده كله إلا إن الناس كانت بتحبه وتحترمه، إلا أنا ما كنتش قادرة أشوفه غير كافر. بس مش دي المشكلة، أنا مشكلتي معاه كانت أكبر من كده بكتير. كل مرة جبت عيل منه قلت يمكن يتصلح حاله، ربنا كان غضبان على ذريته، ومفيش عيل بيتولد سليم ولا يعيش أكتر من 3 سنين. نفسيتي اتكسرت بسبب موت عيالي، وترجيته مليون مرة يشتغل زي الناس ويعيش بالحلال، لكنه كان شيطان ما بيفهمش غير لغة الفلوس وبس. وآخر مرة حملت فيها كنت فرحانة وبدعي ربنا يكون العيل ده سليم ومختلف عن إخواته اللي سبقوه،
لكن عرفت أبشع خبر ممكن تعرفه ست لما كنت بولد. الدكتور اكتشف إن عندي ورم سرطاني في الرحم، وعملولي العملية بعد الولادة علشان يلحقوني قبل ما ينتشر المرض في كل جسمي، وشالوا الرحم نهائي. وبقى ابني ده آخر فرصي في الحياة علشان أكون أم. لكن للأسف اتولد زي إخواته بمرض في رجله ما يقدرش يمشي عليها. وقتها رحت لجوزي اللي مش دريان بأي حاجة في حياته، وقلت له: يا سراج، احنا لازم نعالج ابننا، أرجوك، دي آخر فرصة ليا في حياتي، خليني أعالجه يمكن يعيش غير إخواته. وكان رده عليا: انت عايزة تروح الدكتور علشان الناس يعرفوا اني بحل مشاكلهم ومش قادر احل مشكلة ابني؟ وكالعادة علشان سمعته قصاد شوية جهلة بيأمنوا بقدرات وهمية رفض يخليني أعالج الواد. لكن المرة دي كانت غير كل مرة. ابني بالنسبة لي كان هو كل حياتي، وما عنديش أغلى منه علشان أتمسك بيه. وقلت لجوزي: بكرة الصبح أنا همشي من القرية كلها واروح أعالج ابني، ولو مش عاجبك تقدر تطلقني، وأنا مش هتنازل عنه زي باقي إخواته لحد ما ماتوا مني. وسبته ودخلت الأوضة أحضن ابني مالك وأشبع من ريحته ودفاه. كان مختلف عن كل إخواته، جميل هادي، وشه لوحده ينسيني هموم الدنيا وما فيها. كنت بحس بأحاسيس جميلة كلها أمان وهو في حضني. في الليلة دي كنت بحضنه بشدة وبهمس له كلام أنا عارفة إنه هو مش فاهمه، وقلت له: أنا عمري ما هتخلى عنك لآخر نفس فيا، وهفضل جنبك. ولقيت سراج جوزي دخل عليا الأوضة الدموع على وشه، وبيقول لي إن هو ندمان ومقهور على باقي عيالنا اللي راحوا، وإن علاج مالك محتاج فلوس كتير قوي علشان يرجع حلو زي أي طفل، وطلب مني أصبر عليه شوية يجمع شوية فلوس وبعدين نسيب البلد كلها ويسفرني مصر عالج مالك. وأنا بغبائي صدقته، لأن رغم تمسكي بمالك فأنا برضو ما عنديش أي قدرات مادية تخليني أعالج الولد لوحدي. فات سنة واتنين وتلاتة، مالك كبر وبقى عنده 5 سنين، وأنا لسه منتظرة وعد أبوه ليا في علاجه. ما كنتش أعرف إن سراج بيضحك عليا كل السنين دي كلها علشان يهرب بالولد وياخده مني. سراج كان منتظر فرصة تخليه يقدر يتخلص مني ويهرب بمالك بعيد، وبالفعل الفرصة دي جاتله من خلال شمعون القزم اللي بيجيب له زباين في القرية. شمعون في يوم راح لسراج وقال له إن في قرية كلها ناس ملعونة بذنب قديم عملوه وعايزين ساحر موثوق فيه يعالجهم. وطبعا سراج دي بالنسبة له كانت فرصة العمر، قرية ملعونة يعني فلوس كتير ما بتنتهيش. وفي يوم لقيته دخل عليا بابتسامة على غير عادته وبيقول لي: أنا بحبك يا هالة، انت صبرت معايا كتير قوي. وقتها كنت حاسة ان قلبي مقبوض لان اسلوبه غريب عليا كأن وراه مصيبة. ولقيته بيبوس راسي وبيقول لي: بحبك يا هالة يا غبية. ما فهمتش هو ليه قال لي يا غبية إلا بعد ما دخل خطف مالك ابني وهرب. الدكتورة مريم استعجبت حكايتها وسألتها: طب وهو لما خطف ابنك انت كنت فين وما دفعتيش عنه ليه؟ ردت هالة رد غير متوقع وقالت: ما هو قتلني قبل ما يهرب. وبكده خلصت حكايتنا الجزء الأول. انتظروا الجزء التاني اللي حصل في آخر الليل محدش كان متخيله، بس اللي جاي أخطر بكتير من اللي فات. لسه الحكاية ما خلصتش ولسه في أسرار ما انكشفتش. استنوا الجزء التاني من القصة قريب جدا على القناة. ولو عندك أي توقعات أو أسئلة سيبها في تعليق، يمكن نوصل مع بعض للحقيقة. سلام.